بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف ألف مبروك للشعب العراقي، فرحة عظيمة، فرحة كبيرة. الحمد لله رب العالمين على هذه الفرحة. حقيقة ما أعرف شلون أنه أصف الفرحة. على أي حال أكرر مرة ثانية ألف مبروك للشعب العراقي. معالي وزير التجارة أعلن رسميا أنه في السلة الغذائية مع رمضان يوجد ملح. الحمد لله والشكر لله. مبروك، هنيال الشعب العراقي أنه هذا رمضان راح يكون أكو ملح. حقيقة الغاية من الملح، وهذا الوزير جدا ذكي، هو من أجل أن يغزر بالشعب العراقي حتى يعرف قيمة وزارة التجارة، حتى يعرف قيمة معالي الوزير. أنا أسأل معالي الوزير هاي الصفقة مال الملح بيش راح تحسبها حضرتك؟ ملح تصريح رسمي ووزارة ومختبص أنه أنت منطي ملح، وعليش هالملح؟ مال المي اللي يجي من السالة هو مالح ولله الحمد. ما أعرف، ما عندك مستشار، ما عندك شخص واعي بالوزارة أن يقول لك هذه العبارة قاتلة، ولو هي تمر مر الكرام لأن الشعب ينسى. لكن أنا أقول للوزير لو تخليها توابل مو أحسن؟ يعني تعرف الشعب متنعم والشعب فايق والحمد لله، فيحتاج بهارات مثلا مندي أو بهارات برياني أو بهارات مال لحم خروف، ملح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكون بعوننا والله عليك وعلى غيرك من الفاسدين. دمتم سالمين.